أهلا أستاذ أسامة، حياكم الله. الكلام يمكن الصوت في صوت. نعم تفضل. تخيل أقول لك شيء، لو قلت لك شيء ممكن يعني تعرف أنه يعني للملحد العربي يعني لا أريد أن أقول المسلم، ولكن يعني نحن العرب عندنا مشاكل. في بعض الملحدين من أرسل لي قال لي إزاي أنت يعني كأنه قضية فريق، يعني أنت تركتنا. هي هذه يعني والله مش يعني المفروض انا مثلا لو اتاني شخص الان وقال لي والله انا كذا ممكن ازعل في شيء، مثلا اقول والله المفروض يقولوا هذا مثير للاهتمام. احب اعرف اسبابك استاذ اسامه. انا كنت اتمنى انا ممكن كنت اتمنى ياتيني فيهم شخص يقول لي انت ازاي امنت، تعال اثبت لي. بس تسبني ليش؟ يعني قل لي يا أسامة أرواح اثبت لي، يا أسامة تعال اثبت لي. ايش السبب؟ أنا مش أيوة بالضبط. بس لما تشتمني مش فاهم ليش. أنا والله ماني يعني أنا يعني لا مانع منهم، يعني لا والله مش فاهم بصراحة. ما أتمنى أنه شخص فيهم يجيني يقول لي تعال يا أسامة اثبت لي ليش أنت على كذا، أثبت له. بس ليش تشتمني؟ أنا مش فاهم والله. الشتائم يا أستاذ أسامة هذه لابد منها. لا أنا مش فاهم قضية الحقد عندنا نحن كعرب. ليش أحقد على إنسان بمجرد أنه يختلف معي حتى لو كان كافر؟ ممكن يرجع، ممكن ما يهمني أنا والله مش بصراحة. أنا مسلم وأناقش وأبدو أمام الناس والله إني أشتم ومن المسلمين للأمانة. يعني أنا أكون واضح معك وصريح. والله تأتيني الشتائم على الخاص، يعني الله أعلم بها، من أناس للأسف عديمي تربية وأدب. لكن بالنهاية هذا هو العالم كما يقال. هلا شيخ محمد حياكم الله. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا عليكم السلام. أول شيء أحب أهني أخوي أسامة بإعلان الشهادة ودخول الإسلام، وأسأل الله يعني أن يثبته ويطيل العمر على طاعته. ويعني ما أن لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما رد على أسامة بن زيد. طبعا تعليقا أمانة لم يعجبني الكلام بعض الأخوة اللي يتكلموا هناك. حديث الرسول لما قال الأسامة بن زيد أشققت عن صدره، وأن الشخص بمجرد يعني نطقه للشهادة فهو مسلم ولا يطلب منه شيء، يعني طلبات غريبة، سو كذا أو افعل كذا أو افعل كذا أو علمنا أنت كذا. ويعني فيعني الأشياء اللي حصلت أمانة أشياء غريبة وأشياء يعني أو انتهوا من الأخ أسامة راحوا يتناقشون في مواضيع يعني ليس وقتا، يعني وقت نقاشها هذا أو الاستدراك عليها. فما أدري صراحة يعني متى يتحلى المسلمون بالحكمة. يعني أمانة هي أنا أرى أنها مفقودة، خصوصا باللي حصل قبل قليل. والأهم الآن لأسامة يعني أنا من وجهة نظري يعني يترك النقاشات ويترك الجدل، يعني يبتعد عن هذا الشيء، بما أنه يعني بدأ مثلا رحلة جديدة إن صح التعبير. أن يترك النقاشات ويترك الجدل نهائيا، يعني لأن أمانة الجدل لن يفيد. كل صاحب مذهب سيبقى متمسكا يعني بمذهبه إلى أن يلقى الله، يعني لأن معظمهم مقلدة والنادر يعني يكون مقتنع بالمذهب اقتناعا تاما، يعني أو حتى يناقشك إذا أوردت عليه إيرادات قوية يناقشك ويكون صريحا معك ويقول نعم هذا إيراد قوي مثلا. هذا مع الأسف هو صنف نادر، وحتى في البرنامج هذا لن نجدهم أصلا يعني. نادر تجد باحث أخي محمد، نادر تجد باحث كما تفضل يعني حقيقي. ربما يعني دائما سبحان الله. شوف هذه النزاعات المذهبية يدخل فيها عوامل كثيرة نفسية، ربما تجعل الإنسان يستمر في الجدال دون توقف. فسبحان الله يعني نحن بشر بالنهاية، وأنت تعلم الجانب النفسي الشد والجذب هذا معنى، هذا ليس معنى، يعني دائما موجود. والحقيقة يعني هذا يعني أنا يعني أكثر من مرة ممكن أنا وأستاذ أسامة نتناقش نتباحث، يعترض علي يشكل علي، فهذه الأمور موجودة. لكن كما تفضلت أنت الأفضل أنه النزاعات هذه يعني الأفضل تكون لا أعرف هذه المرحلة تكون على الخاص أو شيء أفضل. لا لأنه ممكن أقول لك شيء دكتور طارق، على فكرة أنا عمره ما كان عندي إشكال في العقائد. هذا حتى قبل كذا كان أنا بعض الاعتراضات التي يعترض بها مثلا أنا كان ما عندي فيها إشكال بصراحة، لأنه العكس أنا كنت أرى عندي إجابات. أنا كان عندي إشكال في بعض المسائل العقلية بس،
فهمت عليك. بس هل أنت أكيد لاحظت معي لأنك أنت محاور ما شاء الله مخضرم، يعني لاحظت مسألة الفريقنا ومعنا ومش معنا هاي موجودة عند المسلمين والملحدين كلهم. ايوه، لا لاحظت انا الان المتوضع؟ الان تخيل انه في ناس يعني خاصه في تويتر لما كتبت على بروفايلي على على عقيدة أبي حامد الغزالي، يعني على نعم عقيدة أبي حامد الغزالي ومالكي فقها، يعني في ناس نعم بدأوا يشتموا فيه. مش يعني مش من حقي أنني أغير معتقدي مثلا؟ مش فاهم أنا الناس ليش، يعني كلام مش غريب. فاهم. العيب إذا خدعتك تعال لي قل لي يا أسامة أنت تقول تغيرت عندك دليل ناقشني، أنا مستعد أناقشك. وعلى فكرة قال الأخ محمد المطيري ليش أنت بتناقش؟ لا أنا الآن الذي عليه في قضية أنا مستعد لأنني أرى نفسي على حق وممكن أناقش أي شخص. ليش؟ لأنه الآن عندي وأنا فهمت خطأي مع الدكتور طارق. طيب إيش خطأي معك الدكتور طارق؟ لأنه في ناس كانوا يظنون أنني أنا غلبتك وأنا أقول بأنك أنت غلبني. تعرف ليش؟ أنا كنت أظن كأن الوجود شيء والله يتحرك أنا باستطالة. والله لا لا أرى، لا أنا ما لا أرى في يهمني. نفسي أني مش غلبتك، فاهمني. أنك لا غلبتك. مش فاهمني عشان يفهم الناس. أنا في بعض الناس أرسلوا أنت كنت قوي مع طارق. لا أنا ما كنت قوي، كنت مخطئ في تصور المسألة مع محمد رضا. ليش؟ أخطأت في مسألة كنت أرى الوجود كأنه شيء يتحرك. أنا لما قلت دائم الوجود يعني وجوده كذا وفاعلته كأنه يتحرك ويكون فيه، يعني فهمتني الدكتور طارق؟ يعني هو اصلا وجود لا فيه لا حركه ولا زمان ولا مكان، يعني وجوده نعم خاص. صحيح. هذا الذي يعني خلى عندي اشكال. وانا اصلا هذا كان عندي الاشكال واحد. انا عمره ما كان عندي اشكال في مثلا التي يسمونها مساله تراخي المعلول عن العله او مساله مثلا ترجيح بلا مرجح. عمري ما كان عندي اشكال في هذه المسائل. كان عندي اشكال في هذه المسائل. الحمد لله ارى ان انا مرتاح. انا الان مرتاح، واللي عنده اللي يحب يجي الذي يريد ان يقول والله اثبت لي سوف اثبت له، ما عندي اشكال. مع انني افضل السكوت في هذه المرحله لانه عندي اشياء يعني اهم، يعني اعيد قراءه كتب معينه، اعيد كذا، ولكن ما عندي تمام. اشكال يعني. أنا أحب بس اللي أرسل لي على الخاص يقول لي إن شاء الله قاعدة رايقة مع كاسة الشاي. أنا لا أشرب الشاي إلا نادرا، فبلاش إساءات على الخاص، هو عارف حاله. لا زين إذا أنت يعني مغرم في النقاش، على الأقل اتخذ هذه الفترة إجازة يعني لك شهر أو شهرين. لا أنا لست مغرم بالنقاش، العكس عندي عندي يحتاج تأمل أنا يعني. أصلا لا عندي أشياء. عندي أنا على فكرة دائما كان عندي مشروع كتب أقرأها، عندي برنامج يعني دائما. وليس لدي فقط اهتمام يعني بالمسائل الدينية، بل لدينا اهتمام بمسائل أخرى، خاصة في مسائل أخرى يعني غير متعلقة بالدين. فالإنسان لا يجب أن يضيع وقته. وأنا لما كنت أدخل أناقش لأنه حقا كان لدي مشاكل. لأني أنا مثلا لما أرى محاضرات دكتور طارق، أعطيكم مثال. أنا مثلا لما كنت أرى مثلا في قناة تليجرام أرى ما يكتبه ماهر أمير مثلا، أعطيكم مثال وأنا أتكلم بصدق بدون والله. وسام، بدون تسمية ولا لا تذكر خليني أقول الأشخاص شيء. لا يعني. أريد، لا خلينا أريد لا 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 عفوا أذكر، عفوا. لا أذكرهم بشيء. لا أذكر الشخص مثلا أرى مثلا كتابات جيدة وكذا فتساءل يعني ليش ما وصلت لما وصل له. أو لما أسمع مثلا شروحات دكتور طارق يعني في المواقف أو سلسلته في المنطق وهكذا. وكنت أسمع أيضا لكمال الحيدري مثلا أو لكثير من الناس أسمع وأقرأ كتبهم وكذا. ف يعني لم أكن أنا جالس مثلا فقط أحاور، لا أنا أبحث وأتعلم أشياء جديدة وآتي. والحمد لله يعني ما عندي، يعني أنا كنت دائما في بحث دائم. يعني ما كنت إنسان مثلا جالس أنام وكذا وفقط شغل. لا، الشغل في جهة والبحث في جهة. وليست مسألة شهوة حوار، بل مسألة حب معرفة الحقيقة. لما تصل إلى شيء تعتقد أنك مرتاح فيه خلاص، ببساطة. هذا الذي أردت أن أقوله. بارك الله فيك. أنا والله ما كان عندي شك أنك كنت باحث، لأني ألمس هذا الأمر. والله لا أقولها لأنك أسلمت أو قلت أنا مسلم أو أنا على عقيدة الإمام الغزالي، والله لا أقولها لهذا السبب. وأنا سبقا قلتها، يعني في بعض الشباب كانوا يرسلوا لي أحيانا أقول لهم لا، أنه الرجل هو واضح أنه باحث، بدليل أنك أنت كنت إذا أبصرت دليل تتأمله وبعدين تقول نعم كلام سليم. هذا الدليل أيضا. حياكم الله أخي فرانك. السلام عليكم ورحمة الله، حياك عليكم الله يا دكتور. السلام. ايه أهلا. الأخبار؟ الحمد لله حياكم تمام. الله. الحمد لله. عامل إيه؟ لا بخير والله الحمد لله. أنا صعدت في المقام الأول يعني للسلام ليس أكثر، فطلعت أسلم يعني عليك يا دكتور وعلى الشيخ مطيري وعلى الأستاذ مصالي، ونحيي في أخونا في الله الدكتور شريف عبادي. يعني بقالنا فترة ما سمعناش صوته لكن هو موجود معنا على السماء. وصعدت للتهنئة أنا والله يعني سرني ما سمعته اليوم بأن هو يعني قال الشهادتين. فوالله يعني أنا فرحت برضو أنا شخصيا.
وفعلا يعني أنا لو هنتكلم في موضوع البحث ده، أنا شخصيا بسمع العجب برضو أوقات، بأنه يعني وكأن الجدال لمجرد الجدل، أو كأنه غاية أن نتجادل أو نتناقش. لا، هو ليس وسيلة، لا لا لا، هو غاية. بمعنى أنه إذا سلم المخالف مثلا وقال نعم سلمت أو اقتنعت أو ما إلى ذلك، لا لا لا، كيف تكون اقتنعت؟ يعني يتم التشكيك، لا أنت إزاي اقتنعت؟ اثبت لي أنك اقتنعت. لا، أنا لا أحب هذا الكلام حقيقة، وأنا انزعجت قبل قليل يعني يا ليتها ازاي حقيقة. يقولون له افتح غرفة وبين لنا فيها مذهبك، محكمة نظريتك تفتيش المعرفية، علنية، نظريتك المعرفية لا مش القصد، خلاص يعني شهادتين يعني ما دخل في داعي الإسلام. لهذا الكلام. أي ما في داعي لهذا الكلام أنا أعتقد. بس أنا لا، أحب وهذا أنوه. هذا اتفضل يا دكتور. لا، بس حبيت أنوه إنه الغرفة ليست حوار، هي فقط يعني استراحة، سلام، كلام، من أراد أن يسلم، من أراد أن يتكلم أي كلام عام، ليست للحوار. بارك الله فيكم، أقصد في مسائل يعني محددة. تفضل يا فرانك. لا، هو يعني صحيح، يعني هو حتى احنا عندنا شرعا هو لا يجوز اصلا انك تنازع احد في عقيدته او انك تفتش عليها بشكل او باخر. يعني حتى عندنا الاحاديث، ومن الحديث الذي ذكر من قبل الشيخ محمد المطيري اللي هو شققت عن صدره. ليس لنا اصلا، يعني هذا ليس. المعتقدات هي بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، يعني لا نفتش عليها ولا نقول لاحد اخرج واظهر لنا او وضح لنا ما هو نظريتك او ما هو اعتقادك. ويجب ان ننظر فيه في كل كبيرة وصغيرة وكيف وما هو دليلك عليه. وفي نفس الوقت أصلا نحن نقول أن يعني قد يقول نفس القائل أنه في وقت آخر يقول أنه قد يؤمن أحدهم بلا دليل ولا إشكال. يعني فهو موقف بيكون غريب، أنا شخصيا ما بكونش فاهم. يعني هو إذا كان الأمر أن أنت إذا سلم لك مثلا المخالف أو اتفق معك في مسألة، فما الداعي للنقاش أو ما الداعي للجدل أو ما الداعي للنزاع أصلا؟ ولكن يعني سبحان الله، يعني وكان الإنسان بالضبط. أكثر شيء جدلا، يعني ما إذا ما فيش نقطة نزاع أتحاور معك ليش فرانك صحيح. ما بشكل أنا مبدئي عشان يعني. كده قلت وكأن النزاع كأنه غاية وليس وسيلة، كأن النقاش هو غاية، هو ليس وسيلة لشيء أو للوصول أو للاتفاق لنقطة معينة. لا لا لا، هو غاية يجب أن نفعلها وكأنها واجبة علينا يعني فاهم قصدي؟ لكن سبحان الله، يعني وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني نعمل إيه؟ ولهذا السبب ممكن يعني أحيانا الإنسان ممكن إن كان يبحث عن مسألة، يبحث في نقطة، ممكن مع الزمن يعتاد على الجدال. فيجب أن نفرق، يعني أن يكون هذا نتخذه كوسيلة لمعرفة الحقيقة، كوسيلة لمعرفة الصواب. صحيح. عشان كده أنا أرى يا دكتور، أنا آسف والله على المقاطعة، أنا آسف لو لا تسمح أبدا، يعني. تفضل. أنا أرى أنه هو يعني يجب على أي شخص هو بصدد أن يدخل في جدالات أو ما إلى ذلك، أن هو يحدد من يجادل، يعني بمعنى أو ما هي الإطارات التي يجادل فيها. يعني مثلا أنا شخصيا أنا لا أجادل مسلما مثلا، خلاص بما أننا اتفقنا على المسألة الكبرى، خلاص يعني فلا داعي للنقاش في فرعيات. على شيخ مشعان، في تقطيع في الصوت ولا بس عندي؟ واضح يا لا، في يقطع، تقطيع في صوتك الصوت. يقطع. صوت واضح يا في اخوان. تقطيع يا شيخ مشعان. دقيقة يا صوت دكتور طارق، صوت واضح الان. واضح لا الآن. صوتك فوق. الآن واضح، تفضل. انا سمعت خبر اقسم بالله العظيم انه يعني جعلني اطير من الفرح. انا يعني مش عارف اوصل شعوري بصراحة، لكن انا اريد ان اتاكد بنفسي، يعني ليس تشكيكا فيما قاله لي الدكتور طارق، لكن قال لي بان اسامة اسلم. هل هذا الامر حقيقي يا اسامة؟ في صوت؟ معاك يا اسامة. ايوه يعني يعني ما قيل لك صحيح. الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله يبارك لك يا أسامة. أقسم بالله العظيم أني فرحت لك جدا، أقسم بالله العظيم أني يعني لا ما أقدر أوصف شو، بغض النظر عن اللي حصل، لكن أن ينطق ملحد ترى يعني من أحد أبناء جلدتك يعود إلى الإسلام، هذا ليس أمرا يعني بسيطا. يعني أنا الشعور اللي يشعر فيه الآن ما أعرف أوصفه للأمانة. يعني لا يهمني كلام الملاحدة أن هذا شعوري عاطفي أم لا. أنا أتحدث عن شخص خرج من العدمية إلى طريق الحق،
بعد مشوار طويل يعني، وكان ملحد شرس وكان يعني يناهض ويهاجم الإسلام ثم يعود إلى الإسلام. أقسم بالله أن هذا الأمر مفرح لكل مسلم. أنا لا أستطيع أن أخفي شعوري إطلاقا يا أسامة، وأنت تعرفني جيدا. في كل مرة إن كنت أرى شيء خطأ كنت أتكلم بكل جدية. أنا الآن أتكلم معك كأخ مسلم، ما يعني فرحت جدا لعودتك. عودتك ليست أمرا هينا أن الإنسان يعود إلى طريق الحق، وأتمنى من الله عز وجل أن يثبتك على هذا الطريق. أتمنى أن تثبت يعني، والثبات ليس بأيدينا يا أسامة، ليس بالأدلة، ليس بالبراهين. نعم هي تقود إلى الإيمان، لكن الثبات من عند الله عز وجل. يعني الله عز وجل إذا رأى صدق العبد في البحث أقسم بالله أنه لن يتركه. الله قال هذا الكلام، قال والله لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله لن يترك أحد، لن يترك عبد يبحث عنه بصدق، لن يترك، الله عز وجل لن يترك عبده هكذا يعيش في عدمية وهو فعلا يبحث عنه. أنا يا أسامة هذا اليوم في الكلوب هاوس من أجمل الأيام في حياتي، أقسم بالله العظيم أنه من أجمل. أنا عندي ضيوف والله تركتهم، قسما بالله أني تركتهم، وقلت يعني أريد أن أتحدث، أريد أن أعبر عن شعوري. يعني لا أريد يعني الأمر ليس لا يعتقد الأخوة الذين في الأسفل أو ملاحدة أو مسلمين أن الأمر عادي أن يعود الإنسان. لا يا أخوان، التجربة صعبة. الإنسان عندما يلحد وينتهي كل شيء عنده ثم يعود وينطق الشهادتين ويعود لطريق الحق، الأمر ليس أمرا سهلا، إنما يحتاج إلى صدق في النية، صدق في البحث يعني، ويحتاج إلى الجرأة أيضا. أنا أذكر الدكتور جيفري لاند عندما تكلم عن تجربته تماما كان يتكلم بصدق. قال أقسم بالله أنه ويتكلم عن أول صلاة صلاها، يعني كان ملحدا ودكتور في الرياضيات، يعني ليس إنسانا عاميا ملحد تافه، لا. فيقول عندما أردت الصلاة أغلقت الأبواب والشبابيك وكنت أريد أن أركع وأتذكر زملائي، يعني ماذا لو رأوني أفعل هذه الأشياء، أخضع رأسي وهكذا ربما يضحكون علي. يقول هكذا بهذه الطريقة. يقول أقسم بالله أنه لم يكمل الركعة الأولى، لم يستطع، ثم قال يا رب سامحني على هذا الغرور، سامحني على. فالمسألة ليست سهلة. أنا أبارك لك يا أسامة هذه العودة، وأسأل الله العلي القدير في هذا الشهر الكريم أن يثبتك على طريق الحق، وأن يعني أنت العبد الذي ثق تماما أن الله يحبك يا أسامة، ثق تماما لن يهديك إلى هذا الطريق وأنت إنسان غير صادق في بحثك. أتمنى أن تثبت وأن تكون يعني صوت في الدفاع عن الإسلام، صوت في رجوع الكثير من الذين ضلوا الطريق. أنت لك تجربة مهمة، أنا برأيي وأنا سأقوم بهذا، وأتمنى أن توافق على هذا الطلب. سأفتح معك عدة رومات وسأتناقش معك بكل أريحية، تتكلم بكل. أنا أريد تجربة أسامة بالذات، ليس تجربة أي شخص آخر، لأن أسامة معروف يعرف المذاهب ويعرف كذا، وكان يناقشنا ويحاورنا ويدخل في مناظرات، فالكل يعرف أسامة. يعني ليست تمثيلية هذا الأمر. فعندما نتحدث مع أسامة أنا أريد أن أعمل ليس لقاء، إنما أريد أن يتكلم أسامة بكل تفاصيله، بأدق تفاصيل، سواء كانت في الكلوب هاوس، في الخارج، ماذا كان يفعل عندما يغلق المناظرات، ماذا كان يشعر عندما يدخل، ماذا يدخل على ماذا، ما الذي يدفعه إلى ذلك. أشياء كثيرة أتوقع أنها تساؤلات يعني الكل يريد الإجابة عنها، أنا وغيري وكثير من الملاحدة أعتقد، والصادقين منهم، وإن شاء الله نتمنى في هذا الشهر أن يكونوا جميعهم صادقين، على ثقة أنهم يريدون أن يستمعوا إلى بعض الإجابات المهمة جدا. نحن نعرف أسامة، نعرف ملحد جزائري، الكل يعرف مناظراته مع طارق، مع مشعان، مع الكثير. عاد الإسلام، لماذا عاد الإسلام؟ هذا السؤال مهم. وملحد جزائري ليس إنسانا ساذجا، إنما رجل، يعني الرجل ملم
ويعرف المذاهب ويعرف، فليس ساذجا. لا أعتقد الكل يعرف ذلك، أنه هذه التجربة لم تكن تجربة والله عاطفية. لا 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 أبدا، أنا على ثقة أن تجربة أسامة ليست عاطفية. من يعرف طريقته في النقاش يعرف أنها يستحيل أنا أؤكد لك أنها ليست عاطفية. أنا أجزم 200% أنها ليست عاطفية. أسامة بالذات أجزم بأنها ليست عاطفية. لذلك عندما سيتحدث لن يتحدث، لأن بعض الملاحدة والذين أسلموا نسمع التعليقات: أسلم لأنه حصل له موقف في الحياة ويعني يعتقد أن هناك إله، أسلم لأنه عاطفي، أسلم لأنه يشعر باكتئاب، أسلم وأسلم وهكذا من هذا. لكن أسامة أنا أعرف جيدا أنه تجربة مثرية. يعني لو جعلنا الكلوب هاوس لمدة شهر أسامة يتكلم فقط عن تجربته هي كافي. يعني لو كانت ثمرة الكلوب هاوس خلال 2 هي عودة أسامة للإسلام، أقسم بالله العظيم أنها كافية. وأننا يعني لو نغلق البرنامج يكفينا أن شخص يعود للإسلام، ليس أمرا هينا. أنا أبارك لك يا أسامة، لا أستطيع وصف شعوري، ربما الكلام مبعثر، ربما لم أرتب كلامي حتى، لأني فرح كلامك جدا. واصل يا شيخ مشعان، كلامك واصل لقلوب الناس كلها. هلا دكتور شريف، هلا يا حبيب قلبي، حبيبي، وانت حبيبي والله. هلا باستاذي تاج راسي. وانا في هذا الشهر، اسمعني يا دكتور، انا في هذا الشهر الكريم اعتذر للدكتور شريف. حاشاك، مفيش حاجه يا سيدنا، مفيش اسمع، الكلام ده. لا والله انا اسف يا دكتور، انا اسف، لا، انا اسف، لا، انا اسف جدا على كل ما صدر مني. دكتور شريف، مفيش الكلام ده يا سيدنا. انت اخونا، اسمعني يا دكتور، انا اخطأت في حقك كثير اخطأت في حقك، تكلمت في حقك، انت لم تتكلم كلمة. ربما اشياء تقديرية انا اراها وانت تراها، ربما بالغت فيها انا في ردة فعلي، انت لم تجاريني في ردة انت فعلي. حبيبنا يا شيخ، انت كنت اخ، حبيبنا والله. انت كنت اخ كبير، حفظت الود. انا ربما بالغت في القسوة في الرد وكذا والله وانا ومن يعني انا اتكلم عن الدكتور شريف اخي الكبير. يعني انا فعلا حزين على ما صدر مني صراحة. حبيبي. انا اتمنى امام الجميع ان تقبل اعتذار اخوك الصغير. اتمنى ان تسامحني عن كل ما صدر مني يا دكتور. لا والله انت تعلم جيدا اني احبك في الله. صح. انا والله تعلم جيدا يا دكتور اني انت بالذات الدكتور شريف احبك في الله محبة غير طبيعية يا دكتور، وتعرف هذا الشيء، وتعرف الذي بيني وبينك اشياء كثيرة لا بعيدا، فتعرف. فالذي صدر مني انا اعتقد اني لم احسن تقدير الموقف. انت اخي الكبير وتاج راسي، ويكفي انك حفظت الود ولم تتكلم عني بكلمة. هذه انا احسبها لك، وانا ارى الاعتذار شجاعة. اعتذر لاخي الكبير امام الجميع. والدكتور شريف تاج رؤوسنا وحبيبي انا، وسيبقى اخي طيلة الزمن. وما صدر مني في لحظة غضب والله لن ينسف الود، والا انا لم اتربى في مجالس الرجال. هيوجعني يا شيخ مشعان، خلاص كفايه. ابدا لا هذه مناسبة جميلة جدا، وافي والله يا شيخ مشعان. تفضل دكتور شريف، حياكم الله. انا سعيد جدا. انا عاوز اقول اولا انا الكلام، اولا تحياتي لحضرتك يا دكتور، وتحياتي لاسامه. انا عملت معاه كذا حوار وبتاع، ما شاء الله يعني، كان حتى وان اختلفنا كان راجل محترم. والف مبروك يا اسامه، وثبتك الله على الحق، وربنا يثبتنا يا رب. النجاح الحقيقي ان نقابل النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وان نكون ثابتين، يعني ما يبقاش موقف كده وعابر وخلاص. فربنا يثبتك يا رب، وانا سعيد جدا. والكلام اللي قاله شيخ مشعان خلينا نطلع، لانه فعلا لمسني جدا جدا جدا. يعني الكلام اللي بيقوله منتهى الصدق ومن القلب جدا. سبحان الله، ما يخرج من القلب يدخل الى القلب. فهذا اليوم يوم من اجمل ايام كلاب هاوس. صح، مقتنع جدا بالكلام اللي قاله الشيخ مشعان. الجهود الناس لا ننسى ابدا جهود الناس والنقاشات والحوارات، واثبتنا للناس اللي الحوار يا اخوانا بينفع وبينجح، واللي الحوار الفكري بينجح، ودائما الفكره الصحيحه هي التي تطرد الفكره الرديئه، واللي الناس اللي بيرفضوا الحوار غلط. الحوار بينفع ويأثر. اشكر اخونا